لو فاكر إنك بمجرد ما تخلص أكل وتروح تعمل أي عادة من العادات اللي أنا هقولها في الفيديو ده، إنك كده بتحافظ على أسنانك. الحقيقة إنك كده بتبوظ أسنانك خلال دقايق. في الفيديو ده هكشف لك 5 عادات ناس كتيرة جدا بتعتقد إنهم بينظفوا أسنانهم لما بيعملوها، لكن في الحقيقة هم عكس كده تماما. أول عادة غسيل الأسنان بعد الأكل على طول. ناس كتيرة بتجري على الفرشة عشان تغسل أسنانها بعد ما تخلص أكل عشان يحافظوا على نظافة أسنانهم، لكن المشكلة إن الأكل بيخلي المينا طرية شوية بسبب الأحماض. عشان كده لما بتغسل أسنانك في اللحظة دي كأنك بتجرح المينا بإيدك، فالحل إنك تستنى 30 دقيقة قبل ما تغسل أسنانك. تاني حاجة معانا إنك تشرب مياه غازية أو عصاير حمضية. المياه الغازية أو العصاير الحمضية اللي زي البرتقال والليمون بيبقى فيها نسبة الأحماض عالية جدا، فلو شربتها بعد الأكل على طول أنت كده بتضعف طبقة المينا أكتر. فالحل إنك تستبدلهم بمية أو تستخدم شاليمو عشان تقلل ملامستهم للأسنان. تالت عادة معانا مضغ اللبان. ناس كتير جدا بتمضغ اللبان بعد الأكل عشان نفسها يبقى منعش، لكن لو اللبان ده فيه سكر يبقى أنت كده بتغذي البكتيريا اللي بتنتج أحماض وبتهاجم المينا. الحل إنك تختار لبان يكون خالي من السكر. وقبل ما أقول لك عن العادة الرابعة ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. العادة الرابعة معانا وهي النوم بعد الأكل. لما تنام أو حتى تمدد بعد الأكل على طول الأحماض بتفضل على الأسنان لوقت أطول، ومع قلة اللعاب المينا بتتأثر أسرع. فالحل إنك تتحرك شوية بعد الأكل أو تشرب مية قبل ما تفكر إنك تنام. خامس حاجة إنك تاكل سناكس بعد الأكل يكون فيها سكر برضه. الناس أحيانا بعد الأكل بتقول إنها تاخد حاجة يكون فيها سكر كتحلية، لكن المشكلة إنك كده بتدي للبكتيريا كمية مضاعفة من السكر، والمينا هي اللي بتدفع الثمن في الآخر. فالحل إنك لو هتاكل حاجة مسكرة تخليها مع الوجبة مش بعدها. في النهاية أحب أقول لك إن ال5 عادات دول يبانوا بساط جدا، لكن تأثيرهم على المينا خطير جدا، وتآكل المينا ملوش رجعة. عايزك بقى تقولي في الكومنتات إيه أكتر عادة من العادات دي كلها كنت بتعملها بعد الأكل على طول ومتعرفش إنها بتضر أسنانك. في النهاية متنساش اللايك والسبسكرايب، وسلام.